الزمالك النهارده اعلن عن صفقه عدي الدباغ، صفقه تقيله. فاحنا جايين هنا النهارده نقيم صفقات الزمالك. الزمالك اتعاقد مع المهدي سليمان، احمد ربيع اتعاقد برضه مع محمد اسماعيل المدافع، اتعاقد مع الكيال، اتعاقد برضه مع عدي الدباغ وشيكو بنزا واحمد شريف وعمرو ناصر. قاموا الصفقات صفقه صفقه. المهدي سليمان طبعا بعد غلطات عواد الكتير ومحمد صبحي واصاباته، يا اما في نفسنا بينه وبين محمد عواد، كان لازم الزمالك يتعاقد مع حارس مخضرم. مهدي سليمان حارس كويس، خبره في الدوري المصري، فليه لا نروح لمحمد اسماعيل. محمد اسماعيل مدافع زد، مدافع ممتاز جدا، مدافع كورته حلوه، مدافع بيعرف يلعب كرات عاليه كتير. بس الفكره كلها ان احنا عندنا الونش صلاح مصدق، عندنا برضه حسام عبد المجيد، ومعاهم هيبقى محمد اسماعيل. احنا شايفين انها صفقه تتقيم بنسبه 7/10، يعني مش صفقه اللي احنا كنا محتاجينها قوي. خش احمد ربيع. احمد ربيع صفقه ممتازه جدا 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 جدا. احمد ربيع من نوعيه طارق حامد، احسن بالكوره بكتير من دونجا، ولاعيب راجل. ونقيم الصفقه ديت من 9/10. الكيال انا ما اتفرجتش عليه شخصيا، بس اتفرجت له على كذا فيديو، فالناس بتقول ان انا لعيب جامد. بس احنا نتعلم من احمد الجفالي، ونتعلم من مشلاك، ونتعلم برضو ان مش كل حاجه الفيديوهات هتبينها. شيكو بنزا لعيب جامد 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 جامد، انا شفته وتابعته مع المنتخب الانجولي. فاحنا نقيم الصفقه بتاعت شيكو بنزا من 9/10. نخش بقى على احمد شريف. احمد شريف لاعب جامد جدا جدا جدا، من ايام على فكره لما كان في دجله، وهو باين قد ايه ان هو زملكاوي قبل كده، بس الزمالك ما كانش باصص له قوي، بس هو بص له من ناحيه التالق بتاعه الموسم اللي فات، فالزمالك اتعاقد معاه. عمرو ناصر مش شايف بصراحه انها صفقه ممكن تفيد، لان عمرو ناصر مهاجم، واحنا عندنا سيف الدين الجزيري، وهيبقى ناصر منسي وعمرو ناصر وعدي الدباغ. الصفقه بتاعتنا اللي هنتكلم عليها عدي الدباغ يعتبر احلى صفقه تمت لميركاتو الزمالك في الصيف ده. لاعب انا شايفه من وجهه نظري ان هو هيبقى من افضل اللعيبه في مصر، من افضل اللعيبه، وحط تحت من افضل اللعيبه دي، واستنى الكلام ده مني كويس، في مصر. ليه؟ عدي بيعرف يلعب بدماغه، عدي بيعرف يلعب وينج يمين، وينج شمال، صانع العاب، مهاجم. عدي اللي انت ما تعرفوش ان هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين. صفقه اتمنى تكون على قد ما احنا متوقعين ليها، لان في صفقات كتير كانت بتيجي الزمالك بس ما بنشوفش منها مردود. اتمنى فعلا ان كل الصفقات ترفع من اسم نادينا، اسم نادي الزمالك. العب للشعار ده، وبجد بجد هتفرق. وبكده يكون احنا عرفناكم على الصفقات كلها بتاعه نادي الزمالك. فانتوا ما تنساش تعمل لي اللايك والشير وكومنت، تعمل لي سبسكرايب، وتستناني في فيديو جديد. هنا استاد ميجا معاكم كل جديد. سلام.